المهم رحت المكان اللي انا بطل فيه، وعشان انا فاكر ان ده الاوبشن كانوا عايزين يطلعوني مغلق، وكانوا عايزين يودوني مكان مفتوح ابدا. هو الاوبشنات بعد يعني بعد ما انت بتخش الديتوكس ده اللي بتقعد فيه اسبوع او حاجه لحد ما جسمك ينضف من المخدرات، وبعدين المفروض ان انت بتروح هاف واي ده بقى اللي بتشتغل فيه ال 12 خطوه بتوع البرنامج، وبتشتغل فيهم انا عايز تعديل سلوك وبتاع، يعني العلاج كله نفسي ما عايزك تشرح لي بس حاجه واحده. انت بتروح حاجه اسمها الزماله صح ولا يعني اشرح لي الموضوع من الاول بس عشان بص. برنامج ال 12 خطوه ده موجود في العالم كله. ده حاجه اسمه برنامج ال 12 خطوه. ده كتاب ازرق كده، ده موجود في العالم كله. هو نفس لتبطيل المخدرات، وفي زيه الكتاب الاحمر ده بتاع الكحوليك. اوكي، في ازرق ده مخدرات والاحمر ده الكحول، وفي الادمان الامور، وفي الادمان العمل، وفي فكل نوع ادمان فيه بس هم كلهم واخدين ال 12 خطوه، روح ال 12 خطوه، بس يناسبوا نوع الادمان ده. فهمت قصدك. انما ما فيش تغير حقيقي في روح الخطوات. اوكي. وفي العالم كله في غرف اجتماعات. غرف الاجتماعات دي بيبقى في كيان للزماله. يعني هنا في مصر في كيان للزماله، والكيان ده في ناس كلها بتخدم الناس دي، ما بتاخدش اي فلوس على اللي هي بتعمله. القطاع ده تحتيه يعني كذا حاجه بقى. منها غرف الاجتماعات. احنا بناخد غرفه في مكان فلاني. الغرفه دي بنعمل فيها اجتماعات تمام للمدمنين. اي مدمن عايز يجي اهلا بيه، هيجي هيحضر الاجتماع من غير ما يدفع اي حاجه، بس بيلف زي بوكس كده بندفع فيه عشان الفلوس اللي بتتلم دي هي اللي بتدفع ايجار الاوضه. ففي الاول وفي الاخر احنا متضامنين مع نفسنا، محدش بيدفع لنا حاجه، فاهم محدش قصدك. بيعمل حاجه. فاهم قصدك. اوكي. مش مشاركه اجباريه، وكله ممكن اللي معهوش يدفع مش هيدفع، واللي بس معاه واللي الافات معاه يدفع الافات. اللي قادر يدفع تمام. يدفع. اوكي تمام. لو فات حاجه من الملمومه في الاوضه بتطلع لهيكل خدمي تاني. الناس ماشي. مثلا اللي بتروح المستشفيات والسجون تعرف الناس ان في حاجه اسمها تبطيل وبتاع. أوكي. وتدعوهم للبرنامج وتشغلهم خطوات لو عايزين وبتاع. فهي في هياكل كتير كلها بتصب وتاخد من بعض دي. حلو قوي. في بقى اماكن علاجيه فاتحه ومرخصه عادي، اللي هي الهاف واي، مكان انت بتقعد فيه 6 شهور، لكن هي اماكن شغاله برنامج ال 12 خطوه، وبتعمل اجتماعات وبتعمل كل حاجه، بس انت انت تحت عينينا بقى. تروح تقعد بقى في عشان مكان ما ينفعش تبقى في الشارع، انت لازم تحت مراقبه مقيم لان تماما. حالتك لازم تبقى تحت مراقبه. وكل اللي شغالين برضو مدمنين مبطلين وبتاع، مدمنين متعافين والكلام ده. فبس فرحت فهموني بقى ان يا معلم اللي عندنا ده مرض، ومصنف كمرض، مش احنا يعني بنقول عليه مرض، وهو مرض مزمن لا شفاء منه، زي السكر والضغط. يعني ما فيش يوم هتصحى انا اتعافيت، انا خفيت، مفيش حاجه اسمها كده. فاهم؟ هو مرض يمكن محاصرته عند نقطه ما، زي ما انت بتظبط اكلك وبتاخد الانسولين عشان تحاصر السكر، انما انت مش هتخف من السكر في يوم من الايام. فاهم؟ وده يا معلم مرض الادمان. كل اللي بنعمله ان احنا طبعا ما بناخدش اي نوع من انواع المخدرات في الحياه، ما بناخدش الفكره. يعني انا لو شربت كوبايه الميه دي على اساس ان هي خمره، بس هي جواها ميه، دي انتكاسه اصلا. اصلا يعني هي ملهاش علاقه هي ليها علاقه بان انت قررت انك تهرب. لو قررت انك تهرب حتى لو ده بقى ما طلعش هروب بقى دي انتكاسه. وحسب مشرفك. يعني في مشرفين بيعددوك يقولوا لك احتفل ب 24 ساعه، في مشرفين يقول لك اشتغل البرنامج من الاول، اشتغل تعافي وانتكاس، واشتغل خطوه اولى ثانيه ثالثه، بس كمل على مدتك، كمل عدى عادي. في حاله ان انت انتكست، يعني في حد يقول لك 24 ساعه، حد يقول لك ابتدي. مش في حاله ان انت انتكست طبعا. لا، حتى لو فكره الميه دي ولا فكره بيسموها الميه انتكاسه روحيه. انتكاسه ان هو روحيه. انتكس روحانيا بس ما دخلش جسم مخدر. وشفنا ناس فيها، كان حد دفعتي فاهم من كتر الجنان بقى اما نزل اجازه. فاكر لما قلت لك ظهرت تخليطات البودره على قطره عين وبتاع، فهو كان باقي معاه قطره، هو معهوش ماده مخدره، ضرب قطره. هو خلاص هو فاشتغل تعافي وانتكاس، واشتغل من الاول وبتاع. اشتغل من الاول. اوكي. فبس فهموني بقى الدنيا، فهموني ان احنا مشكلتنا مشكله سلوك، ومشكله رؤيه لنفسنا ولربنا وللعالم، وده اللي احنا نشتغل عليه. احنا عايزينك تشوف نفسك صح، تشوف العالم صح، تشوف ربنا صح. نشتغل بقى على النواقص والعيوب الشخصيه اللي بتخليك مش قادر تتعامل مع العالم قوي، فبتهرب بالمخدرات عشان تحس حلو من غير ما تتعامل لا، احنا هنخليك قادر بقى ان انت تواجه الحياة وتواجه العالم، وتبقى قوي كفاية ان انت تتحمل ده، وتتحمل الاحاسيس الوحشة والاحاسيس الحلوة والى اخره، بدون تعاطي مخدرات، اللي هو العيش والاستمتاع بالحياة بدون تعاطي مخدرات، زي ما بتتقال على بعضها يعني في الزمان. فقلت لهم معاكم،
يعني شوف رغم إن أنا ما كنتش عايز ده، أو ما كنتش شايف إن لأ أنا عايز أبطّل حاجة واحدة وبتاع، أمّا فهّموني إن ده الموضوع معاكم، ما أنا خلاص أنا جاي فاهم، أنا جاي متدغدغ. فماشي. قالوا لي صحابك بقى يعني فاهم، انسى إن أنت عرفتهم في يوم من يا باشا بلوك ما قابلتش حد. فاهم، ولمّا أنزل اللي هاشوفه يعني اللي في عَشَم بيننا هافهّمه إني ما ينفعش أعرفه تاني، اللي ما فيش يا باشا مش هارُد عليه السلام يعني عادي.